المقارنة الأصعب دي بروين السلاسة والدقة، وفي ناس وصفته باللعب المتكامل. انيستا السحر والفن، من الآخر رسام. ودوري إن أختار. نبدأ أول حاجة بالمعايير، الأداء الفردي أولا، ثم لو الأداء الفردي متقارب هنشوف الأرقام الجماعية. دي بروين لعب ل5 فرق، أبرز أداؤه كان مع الفيلسوف المان سيتي، هيكون رمز للمان بلو بعد اعتزاله. أما انيستا لعب ل4 فرق، طبعا أبرز أداؤه كان مع الحقبة الذهبية للبارسا. نبدأ بالمقارنة. لحد وقتنا الحالي اندريس انيستا يتفوق على دي بروين في عدد الماتشات اللي لعبها بفرق حوالي 278 مشاركة. رغم كده فدي بروين يتفوق عليه بفرق 53 هدف. ودي بروين بيتفوق برضه في الصناعة بفرق 75 صناعة. حتى على المستوى الدولي، رغم ان انيستا يتفوق على دي بروين في عدد المشاركات مع المنتخب الاول بفرق 32 مشاركة، الا ان دي بروين بيتفوق بفرق 12 هدف. مقارنة عظيمة بين اتنين لاعيبة لعبوا تقريبا في كل مراكز الملعب، وألقاب بالكوم لإنيستا، لكن في النهاية الأفضل دي بروين.